كراجي وليد البطل. وليد، ماذا تقول في هذه الليلة التاريخية حتى بعد تعادل كرواتيا الذي ربما استاء منه البعض أن تقول تعادل إيجابي أمام منتخب قوي؟ لدي الثقة في هذا المنتخب، اليوم يتأكد ذلك. الصراحة أكيد كنا عارفين كأس العالم ماشي سهلة، كنا كنديروا بزاف د غلط. احنا بلاد عربي كنمشيو ديما باش نديروا سبيكتاكل ونبينوا ملي كنعرفوا نلعبوا الكره. بالحق كتشوفوا ديما مع الفراقي ديال اوروب ولا ديال الامريكان السود امريكان كنصايدوا ما كندوزوش. حنا لوبجيكتيف ديالنا من الاول هي ندوزوا بهذا الجروب اللي ماشي سهل. بالحق مازال ما درنا والو. انا فرحان سورتو على الجمهور المغاربه اللي جاو يساندونا على بلاد العربي. احنا في بلاد ديال قطر بغيت نقول لهم برافو على شنو داروا على بلاد المسلمين، وبغينا نفرحوهم. هذا الشيء اللي مهم. حنا بغينا نتقاتلوا باش نوري ملي الكره العربيه عندها تاريخ. من حق الجمهور المغربي ان يحلم. بيان سور. شوف هذا الجمهور غير الناس ديال كازا اللي يمكن يقدروا يعرفوا الجمهور المغربي كيبغوا الفرقه ديالهم، كيبغوا بلادهم. عاونونا بزاف اليوم. ما كانش سهل الماتش مع بلجيك، كانوا عندهم كره كان خصنا نجريو. الحق ملي عندك هذا الجمهور كيعاون، الحق ما درنا والو. عندنا عوده، ما خصناش نطيحوا في ديك لوفوري بحال اللي درنا شي حاجه. خصنا نكونسونطراو دغيا على كندا. عندنا بزاف دراري اللي مبليسي، بزاف دراري يلعبوا مبليسي اليوم، حكيمي مزراوي سايس الجول. غنتقاتلوا باش ان شاء الله نكونوا في مستوى الماتش اللي جاي. الف مبروك. الله يحفظك. الف مبروك، شكرا جزيلا. وقد امنا بذلك منذ اللحظه الاولى، لم نستسلم. وكما تعلم ونحن الان على الطريق الذي نحلم ان نكون به. شكرا لك يوسف. حمد الله. إذا مع يوسف نصيري مع عبد الرزاق حمد الله هنا تكمن وحدة المنتخب المغربي. مهاجمان يتنافسان على مركز لكنهما يعشقان مساندة المنتخب المغربي في كل لحظة. كل واحد يركز فقط على المجموعة. عبد الرزاق، مرحبا بك في هذه الليلة التاريخية، ماذا تقول؟ واش غادي نقول؟ الحمد لله فرحانين بزاف، اللهم لك الحمد. هذا من فضل الله سبحانه وتعالى ومن فضل جميع الناس اللي تاقوا في هذه المجموعه، ومن فضل جميع المشجعين لا المغاربه ولا العرب كافه. واللهم لك الحمد. هذه مباراه اخذنا منها 3 نقاط. ان شاء الله لازم المباراه الجايه ان شاء الله نلعب على الفوز باش نضمن التاهل 100% ان شاء الله. يوسف، يا لها من ليله، وهنا فرحه الجماهير ما زالت مستمره وستستمر. الصراحة فرحة كبيرة بالنسبة لنا وبالنسبة للجماهير والشعب كامل ديالنا. الحمد لله قدمنا أداء مزيان، النتيجة إيجابية كانت. حافظنا على الشبكة ديالنا، ما خديناش الهدف. وكيف ما كنقول كنشكر الجماهير، كنشكر اللعابة على هذا الشيء اللي قدموا. وهنا حنايا ما كنتنافسوش، هنايا بالعكس حنايا كنتعاونوا هنايا باش نعطيو نتيجة إيجابية للمنتخب المغربي. ما كنلعبوش على حساب واحد يلعب على راسه ولا كنلعبوا على حساب التوني هذا وعلى الشعب المغربي ان شاء الله باش يكون فرحان بينا. الف مبروك. الله يبارك. الف مبروك. الف مبروك. عودة اليك للكرة المغربية. وبطبيعه الحال اليوم تاريخ اننا استطعنا اننا نحققوا الانتصار في المونديال اللي غاب علينا مده طويله هذه. الحمد لله. كنبغي نشكر الجمهور اللي حضر اليوم بكثافه وساندنا من الدقيقه الاولى لاخر الثانيه في الماتش. الحمد لله. كنبغي نهنئ اللاعبين ونبغي نهنئ الجمهور اللي ساندنا اليوم، والحمد لله ومبروك علينا. كيف كانت الاجواء مع الجماهير الان؟ الجمهور المغربي كيبقى جمهور كبير. صراحه اجواء عالميه زوينه. كنبغي نشكرهم وان شاء الله مازال ما درنا والو، مازال امامنا مباراه كندا. بماذا تشعر يحيى انت؟ بطبيعه الحال كنشعر بالفخر، والحمد لله ربي وفقنا اننا انتصرنا اليوم، ومازال عندنا مقابله جايه نحتفلوا اليوم ونعاودوا نوجدوا ثاني ان شاء الله مقابله كندا. وفقك الله. وفقك الله. عوده اليك. عوده اليك وجه. يستحقون المغاربة حقيقة هذا الاحتفال وهذه الفرحة. ألف مبروك لكم، ونقول مرة ثانية وثالثة فوزكم هو فوزنا وتستاهلون، وإن شاء الله يتمم عليكم وتتأهلون للدور المقبل. ألف مبروك لكم على هذا الأداء الرجولي وهذا الأداء القوي وهذا التشريف لنا كعرب وهذا الفوز التاريخي على المنتخب البلجيكي، أحد المرشحين للفوز ببطولة كأس العالم المصنف الثاني على مستوى العالم. نرفع نقول شكرا لك ماجد المنصوري. ألف مبروك للمنتخب المغربي مرة ثانية. وحسين عموته مبروك الفوز. الله يبارك فيكم. فوز حلو. ها صحيح. يعني الجماهير المغربية والعربية بالخصوص يعني كانت تحتاج لفوز، يعني كيف ما فرحونا يعني المنتخب السعودي امام الارجنتين اليوم.
المنتخب المغربي يعني يخطو خطوة مهمة نحو التأهل للدور المقبل. طبعا يمكن الفوز يعني حصل لأنه الفريق استمات أول حاجة دفاعيا، خاصة يعني الحارس المحمدي اللي صراحة يعني دخوله في آخر لحظة يعني بعد إصابة الحارس بونو، إن شاء الله يكون حاضر إن شاء الله في المقابلات الجاية وتكون يعني صحته يعني جيدة. أظن أنه استماتة الفريق دفاعيا. وانا اشوف صراحه انا كنت ناوي اتكلم على واحد اللقطه اللي صراحه يعني من خلالها كانت بانت الروح. انا في الشوط الاول يعني ضغط قام به زياش وامرابط على ايدن هازار يعني على الطرف على الجنب واسترجعوا الكره. يعني هذا الروح لما تكررت يعني اكثر من مره في اكثر من مراكز واللاعبين كلهم يعني قاموا بها صراحه يعني نقصنا من حده الهجومات الخطيره او الفنيات ديال اللاعبين البلجيكيين. وطبعا انتظرنا انه ان تكون هناك الجرأة خاصة بعد الغاء الهدف الاول في اخر يعني الثانيه من الشوط الاول. انا اظن تكلم عليها وسام، قال على انه الجرأة كاينه والنيه كاينه للوصول لمرمى فريق الخصم. الحمد لله انه الفريق وصل، وليس مرة واحدة ولكن مرتين، وهدفين كانوا جميلين. أظن أنه المنتخب ديالنا استحق أن يتفوق اليوم في هذه المقابلة. يونس حارس المنتخب المغربي، ونقول إن شاء الله ما عليه شير بونو وأجر وعافية بإذن الله تعالى، وإن شاء الله مباراة الجاية راح نشوفها موجود في أرض الملعب. معلم مبروك ليك. مبروك لنا جميعا كعرب وديت تعتبر أول فرقة بتتأهل، أول فرقة عربية تتأهل ان شاء الله ان شاء الله، واللي جاي كله والسعوديه وكله يتأهل ان شاء الله، عشان احنا تبقى فرحتنا مش فرحه واحده، تبقى فرحه كبيره جدا. ويمكن حضرتك لما قلت طب احنا تتوقع ايه؟ فقلنا نتوقع ان المغرب تكسب 1 في الشوط الثاني، لكن المغرب حبت تكافئنا وكسبت بهدفين. فالحمد لله رب العالمين. مبروك للمغرب، مبروك كابتن علي، الله يبارك فيك، وان شاء الله للي جاي احسن ان شاء الله.